بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم. ان شاء الله النهاردة جمعة، فجمعة مباركة عليكم يا حبايبي. تعالوا نعمل الاكل. الغدا بتاعنا النهاردة بسيط وجميل ما شاء الله وسهل جدا. معايا بصلاية وطماطمية فقط، عايزة المية بتاعتهم بس. معايا كبدة بانيه، نص كيلو كبدة بانيه. هتبشر البصلاية، مرضتش اعملها في الكبة لو ان دراعي تعبني جدا، الحمد لله والشكر لله. بس قلت عشان بصلاية واحدة مش محتاجة كب، حطيت عليها حبة ملح صغيرين، وأنا عايزة بس ايه معلقتين بس كده عصير بصل. عصير بصل ايه اللي أنا بقوله ده؟ التعب عامل عمايله ما شاء الله، اللهم لك الحمد والشكر. عايزة مية البصل يا جماعة. محدش يضحك عليا عشان أنا ميسة خالص، تعبانة جدا، الحمد لله والشكر لله على كل حاجة. الحمد لله. وبشرت برضو الطماطمية وهاخد ميتها. يبقى عندي يا بصلاية وطماطماية، هاخد المية بتاعتهم فقط، انا مش عايزة القشر في حاجة. وبرضه هصفي كده ايه الطماطمية كده على مية البصل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذكروا من الصلاة على رسول يوم الجمعة يا جماعة. الرسول بيرد علينا بنفسه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. معايا معلقة زيت ذرة ومعلقة خل، ومعايا عصرة ليمونة. يبقى ايه حطينا مية بصل ومية طماطم وعصير ليمون وفصين توم مهروسين ومعلقة خل ومعلقة زيت، ومعايا كمون وبابريك. أنا ولا ما حطيت بابريك، معايا كمون وكزبرة ناشفة وفلفل وملح. وهننزل بقى في الخلطة الرهيبة دي، التتبيلة الرهيبة دي الجميلة ما شاء الله بجد. جربوا الكبدة بالطريقة دي. أنا كنت جايبة الكبدة دي على أساس إن أنا أعملها برده، بس فجأة بقى طلعت في دماغي إن أنا أشويها. طبعا ركناها على جنب. الكلام ده كله بعمله قبل الغدا بحوالي ساعتين تلاتة. دي هريسة شطة باردة على حامية، ومعلقة زيت ومعلقة خل برضو. وأنا معاكم خطوة بخطوة أهو. بالله عليكم تشوفوا الفيديو واللي هيجرب الكبدة بالطريقة دي هيدعي لأم أحمد. وبرضو فصين توم مهروسين، يعني دي هريسة شطة حامي على بارد، وعصرة ليمونة برضو، وفصين توم مهروسين. وبرضه هحط معلقة زيت، معلقة ذرة ومعلقة خل. والله ما قادرة أتكلم، الحمد لله والشكر لله على كل جوع ربنا. وحبة يعني حبة ملح كده وفلفل أسود، بس مش هحط حاجة تاني. يبقى دي إيه؟ هريسة شطة ومعلقة زيت ومعلقة خل وليمون وعصرة ليمونة وفصين توم مهروسين وملح وفلفل بس. جربوا بقى الكبدة بالطريقة دي وشوفوا النتيجة. سبتها طبعا ساعتين في التلاجة كده، وحطيت حتة يعني مكعب زبدة صغير خالص، لأن المفروض إن الكبدة دي تتشوى و... ومعلقتين زيت عليها، حبة زيت صغيرين في الجريلا كده. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس هتسخن الجريلا كده معاكي، وهتحطي بقى الكبدة تتشوى. يعني كل الحكاية هتحطيها كده ايه. طبعا الجريلا سخنة ما شاء الله يعني. هنشوي بقى الكبدة كده ما شاء الله، كانت جميلة بجد. أنا أصلا ما بحبش الكبدة على فكرة، ما باكلهاش، بس والله العظيم أنا أكلت الكبدة دي لأن عجبتني بالتتبيلة دي. هتخليها 3 دقايق فقط وتقلبيها على الجنب التاني. انت عارفين الكبدة اللي هي الشرايح دي البانيه ما بتستحملش في التسوية،
تحطيها 3 دقايق على الجنب ده و3 على الجنب ده، بصوا ما شاء الله ما بتكملش يعني. بس هتقلبيها كده، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والتتبيلة اللي أنا عملتها بقى اللي هي إيه، اللي هي الهريسة والثوم والخل والليمون وفصين الثوم، ما شاء الله خليتها بقى راحت في مكان تاني في الجمال والروعة والطعم واللون وكله. خلي بالكوا الجريلا ما اتحرقتش ولا حاجة طبعا من الطماطم هي اللي بتعمل هي اللي بتعمل في الجريلا كده ما فيهاش حاجة. حطيت فيها حبة مية راحت زي الفل، وهتكمل يعني الكمية اللي معاك. كنت بعمل مكرونة على العين التانية بسخنها مية عشان ما عنديش شوربة، حمرنا جنبيها نص كيلو مكرونة وأكلنا، كان أكل في منتهى الجمال، خفيف وسهل في الصيف مش عايزة لا الأكل الناشف ده. فجربوا بقى واحكموا انتوا. حتى شوف الكبدة مش واخدة أي لون من الطاسة زي من الجريلا لأنها ما اتحرقتش ولا حاجة. مش قادرة أتكلم بقى سامحوني. وتقلبيها كده وتحطي من التتبيلة بتاعتك دي عليها كده ما شاء الله. بس خلص أكل في ثواني، في ثواني تعملي الأكل ده. يعني انت لو مستعجلة في 10 دقايق تخلصي الدنيا بتاعتك دي. بس رحت رجعت بقى ايه الكبدة في الجريلا كلها كده، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده مش فيهاش مرة برضه بسم الله. وهتحطي بقية التتبيلة بتاع هرسة الشطة كده بس وخلصت. بصوا بقى شكلها ما شاء الله. جربوا واحكموا. ألف هنا اللي كل، وشكرا حبايبي تسلمولي كلكم على راسي من فوق، اخواتي وحبايبي. حطوا لايك بقى لأم أحمد.